نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمة، وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الفاضل في كل مكان، تحية طيبة نازفها عليكم. السلام عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. اسمكم جميعا ورحب بمن يصحبني في التقديم الزميل المتألق دائما وأبدا أبو صقر. يلا نتحية أبو صقر. يا أهلا وسهلا، حياك الله عبد الرحمن وحياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من أسبوع جديد من برنامجكم برنامج ساعة شباب. نذكر مشاهدينا الكرام بأننا لا نستغني عن مشاركاتكم في فقرة جلسة سمر والفقرة المحببة لديكم فقرة سبورت. دعونا وإياكم مشاهدينا الكرام ننتقل إلى أول فقراتنا لهذه الحلقة وجلسة سمر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عنواننا لهذه الحلقة المباركة هو التواصل. سنستكمل ما ذكرناه في الحلقة الماضية. دعونا يا عبد الرحمن نذكر مشاهدينا الكرام عن الأمور التي ذكرناها في الحلقة الماضية. وذكرنا أولا عن آداب التواصل. ذكرنا أولا آداب التواصل مع الله عز وجل. ذكرنا، خلينا نذكرها كذا بشكل سريع جدا ومختصر، بأن التواصل مع الله عز وجل يكون بطلب المغفرة وأداء الأمور التي فرضها الله لك كمسلم وتأديتها بأكمل وجه، وطلب طبعا الافتقار والمعونة والمغفرة الدائمة من الله عز وجل. أيضا ندخل عبد الرحمن في آداب التواصل مع الوالدين. ذكرنا في آداب التواصل مع الوالدين بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ويعني التعامل معهم بكامل الأدب والأخلاق والرقي في أبسط الأمور. وذكرنا سابقا عدم العقوق وعدم الدخول معهم في النقاشات الجدلية، حتى وإن كانوا هم يعني على خطأ وأنت على صواب. أيضا عبد الرحمن لو تذكرنا عن إيش ذكرنا في آداب التواصل مع الأقارب، بحيث أن احنا ندخل في الأمور اللي ما تكلمنا فيها. نعم. احنا طبعا تطرقنا لعدة أمور، من ضمنها كما ذكرت يا أبو صقر، وأيضا إضافة إليها آداب التواصل مع كافة أصناف المجتمع، بدءا من الأهل الوالدين ثم الأقارب ثم الأصدقاء ثم الكبار، ويعني انتهاء بزملائك ويعني أصدقائك المقربين. يعني هذه كلها أمور يعني تساعد على التواصل مع كافة أصناف المجتمع. أولا يا أبو صقر، لو جينا يعني قبل أن يعني نذكر، نحن في هذه الحلقة بإذن الله سوف نتحدث عن ما بعد آداب التواصل. لماذا أنا أكون يعني متواصل جيد أو متحدث جيد، أو يعني عندي مهارة تواصل جيدة مع الآخرين؟ يعني خلينا يعني نحطها بصورة واضحة. عنوان حلقتنا هذه اليوم هو ثمار التواصل الجيد، أو ثمار اكتساب مهارات التواصل الجيد. طيب دعنا يا أبو صقر يعني نتحدث يعني بشكل مختصر، ما هو تعريف التواصل بشكل عام؟ يعني نقطة أو كلمة التواصل هي بشكل مختصر هي طريقة أو أسلوب يربطك مع الآخرين. هو الجسر الذي يربطك بالآخرين، سواء كان يعني بالكلام أو يعني أو بالتصرفات
أو بلغة العين أو بلغة الإشارة ما إلى ذلك. هذه كلها تدخل ضمن إطار أو دائرة التواصل. طيب يا أبو صقر، احنا الآن عرفنا التواصل، احنا ذكرنا أيضا آداب التواصل في الحلقة الماضية. الآن نبدأ يعني نذكر أو نعرف الشاهد المشاهدين بما هي أهميتها وما هي الثمار التي تنتج عن يعني هذه الآداب أو هذه المهارات التي يعني لابد لكل شاب أن يكون مكتسبا لها. نبدأ أولا بثمار التواصل بشكل عام يا أبو صقر. طيب، ثمار التواصل بشكل عام، خلينا نقول التواصل هذا ايش سيثمر فيك انت كشخص؟ نعم. التواصل بشكل عام سيثمر فيك كيفية انك انت تعرف تتعامل مع اللي قدامك باسلوبك الحسن. نعم. سيثمر فيك انك انت ستخرج بشخصية جيدة مهذبة يراها الجميع، انك انت صاحب اخلاقيات وصاحب سلوكيات جيدة في التواصل. سيسهل عليك من الثمار التي ستكتسبها أنها ستسهل عليك الوصول وفهم الذي أمامك. خلاص، لأنك أنت قاعد تمارس إيش؟ قاعد تمارس التجارب مع شخصية كذا وكذا وأنت ثابت في سلوكك، فهذا سيورث لك أنك أنت تدخل مع شخصيات مختلفة في حياتك، فتولد لك إيش؟ أنك أنت خلاص أنت يعني هذه الأشياء أنت مستثمرة أو أنها يعني مغروسة في داخلك من كثر التجارب التي مريت فيها. لكن عبد الرحمن، خلينا نتكلم عن ثمار التواصل مع الأطفال. الآن البعض يعني الآن يوم أنت تكون أسرة، ليش البعض يوم يتكلم معك يقول لك أنت والله يا أخي أنت الآن أب وقائد وعندك أطفال، فإيش ثمار التواصل والسلوكيات إذا كانت سيئة أو حسنة؟ إيش سينتج عنها الولد؟ إيش سيستثمر؟ قيمة التواصل مع الأطفال هي يعني قيمة لابد أن يتعلمها كل أب وكل شخص مقبل على الزواج، لأنه هذه النقطة تحديدا لابد أن تكون في كل أب أو كل مربي أو كل شخص مسؤول عن عدة أطفال أو عدد يعني من الصبية الناشئين المجتمع. لماذا؟ لأنك أنت عندما تفتقد إلى مهارة التواصل مع هؤلاء الناس مباشرة سوف يعني يعني يقول لك إذا أنت ما تواصلت معاهم غيرك راح يتواصل معاهم. في النهاية التواصل هذا موجود. إذا أنت ما عرفت تتواصل معاهم، يعني ما عرفت أنك أنت تدخل إليهم بمداخلهم، مثلا الطفل عندما ينشأ يعني تحاول أنت يعني تتحبب إليك، تحاول أنك تساعده في المشي، ثم إذا كبر قليلا تحاول أنك أنت تجيب له هدايا حتى يعني تكسب وده، ثم إذا كبر قليلا تحاول أنك تربيه وتعلمه. يعني التوجيه النبوي في هذا الأمر واضح جدا. اللهم صل على محمد. يعني نسيت الحديث. مروا أولادكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها ل10. هذه كلها أمور يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسهل لك التواصل مع الأبناء هذه في يعني نقطة الصلاة. وعلى هذا فقس لابد أن يكون هناك تواصل بينك وبين الطفل. ولا أقصد بالتواصل إنه التواصل المجرد من أي مهارة، لابد يعني يا كثر الدورات ويا كثر الأدوات ويا كثر المقاطع اللي في اليوتيوب انك تعلمك كيف انت تتواصل مع طفلك جيدا. فما بالك بانه يعني انك انت ما يكون عندك يعني اي تواصل ابدا. احنا اول شيء نبدا معك حبه حبه، لابد ان يكون عندك تواصل من البدايه، ثم بعد ذلك لابد ان يكون عندك مهاره التواصل مع الطفل حتى تكسب وده، ثم بعد ذلك تؤثر فيه. لان الطفل هذا يعني لابد ان يكتسب شيئا ما. يعني الطفل لن يعني يكبر من دون أن يكتسب شيئا ما، سواء منك أو من غيرك، سواء من الشارع، سواء من المجتمع اللي حواليه، سواء من الأقارب، سواء من أصدقائه، سواء من والديه. فبالتالي أنت لابد تكون المؤثر الأكبر، وهذا لن يتم أبدا إلا عن طريق اكتساب مهارة التواصل مع الأطفال. أيضا طيب. أنا أضيف على هذا أن ثمار التواصل مع الأطفال سيسهل لهم في المستقبل أن يتواصلوا مع غيرهم. يا سلام. جميل. فلذلك لأن الابن يأخذ من أبوه الطباع، يعني يستوردها. فأنت يوم تكون أصلا أنك أنت قاعد تورث السلوكيات وكيفية التواصل بشكل جيد مع أبنائك، سيورث أن أبنائك يعني الابن يأخذ كثير من أبيه. جميل. فذلك سيولد هذا في الابن، يتعلم، لا يقول والله يا أخي هو مع التجارب اللي يخوضها في المدرسة يقول والله هذا غلط علي، لا الوالد كيف كان يسوي يوم أنا كنت أغلط،
فهمت علي؟ نعم. فلا يتعامل بالطريقة اللي كان الوالد يتعامل فيها. فإن كان الأب قاعد يوصل له السلوك والتواصل مع الآخرين بشكل جيد، الابن فهو الآن انتهى من مرحلته هو وأسس نفسه كأب، انتقل مرحلة ثانية أنه الآن قاعد يبني في ابنه هذه الأمور، فريح ابنه في كثير من السنوات أنه لا، هو خلاص هو سيكبر على عادات وسلوكيات وكيفية تواصل مع المجتمع بشكل عام، مع والديه، مع إخوانه، مع زوجته، لأن هذا كله كان يرى إيش؟ كان يراه في أبيه. فلذلك النقطة الأهم في موضوعنا هذا كامل التواصل، إذا كان احنا بنتكلم عن التواصل مع الأطفال، يكون الناتج عنه من هو اللي يولد القضية من فوق؟ هو الأب والأم. إذا كان الأب والأم يتواصلون بشكل جيد مع الأبناء أو مع المجتمع، لأن الابن يشوف جدته يوم أبوه كيف يعاملها، يشوف جدة أمه كيف تعامل أمها، فهو يرى كيف الطباع هذه، كيفية التواصل، هل يقلد؟ أي فهو هل اللي يتبع واخفض اللهم جناح الذل، هل يتعامل ادفع بالتي هي أحسن، هل يتعامل بالأمور هذه يمشي عليها. فإذا شاف العكس سيولد في نفسها إيش؟ أنه وصل لا والله يا أخي شاف، فهو يعتبر الابن الصغير يعتبر أن الأب هو المصدر له الأول في التعلم ومدري إيش، فهو تلقاه يقلده في كل شيء. فإن لقاه على العكس ذلك يتعامل مع أبوه يرفع الصوت، ويتعامل مع جدته برفع هذا، ويتعامل مع في الشارع بالبغضاء والكراهية والسب، سيتولد هذا الأمر في الابن. ستخوض هذه الأمور، من سيطلع ضحية في الأخير؟ الابن سيطلع ضحية. فلذلك الأطفال يكتسبون هذه المهارات، هي مهارات مكتسبة. التواصل هذه مهارة لا يستطيع أي أحد أن إيش يكسبها ويتعامل معها بشكل جيد. فلذلك هذه المهارة مكتسبة خاصة من الأطفال، يكتسبوها بشكل 70 إلى 80% من الأب والأم، وباقي هذا التقدير يكتسبه من المجتمع، من المدرسة، من أبناء العمومة، من أبناء الخالة، من الأصدقاء، ومن إلى آخره. لكن بنسبة كبيرة في وجهة نظري أنا بسيطة جدا، أعتقد أن الأطفال 80 إلى 70% يكتسبون هذه المهارات من والديهم، يكتسبون هذه المهارات من والديهم. نعم. جميل جدا. طيب عندنا موضوع مهم جدا ويغفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو يعني قد تكون أنت بحسن تواصلك مع الآخرين أن تزرع الابتسام وتدخل السعادة على يعني قلب مسلم. يعني في معنى الحديث سرور تدخله على قلب مسلم، هذا من أحب الأعمال إلى الله، سرور تدخله على قلب مسلم. وبالتالي إذا كانك يعني إن كانك أنت تتقرب إلى الله بأنك تدخل السرور على قلب مسلم، هذا لن يتم إلا بتواصلك معهم. التواصل مو يعني قد يكون كلام، قد يكون فعل، قد يكون رسالة، قد يكون يعني ذكر محاسنه في غيبته، قد يكون ذب عن عرضه، قد هذه الأمور كلها كده تدخل في حسن التواصل مع الآخرين، وهذا كله مما يجلب السعادة ويعني يعني تدخل السرور والفرحة على أخوك المسلم. بالتالي هذا يعني أنت قد تحتسب الأجر عند الله، وأيضا تكسب قلب هذا الرجل، تكسب قلب يعني ما وجد يعني شيء حب يعني عندما قال الشاعر أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فعلا هذا كلام واقعي ومجرب. يعني أنت قد تكن لرجل ما كمية من الحقد والبغضاء، ولكنه تجده بمعاملته الحسناء معك والحسنى معك، وتجده بالكلام الطيب، تكسب قلبه بشكل كبير جدا. وهذا مجرب وقد رأيناه رأي العين. قد تجد بعض الأشخاص سبحان الله يرى في هذا الرجل أسوأ خلق الله، ويراه أنه يعني لا يعني كالشيطان مع عمر عندما يسلك طريقا آخر، يعني لا يصادفه في أي طريق، ولكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب سبحان الله تجد أنه كسب قلبه. فبالتالي هذا توجيه يعني واضح بأن أسلوب التواصل الحسن وإدخال السرور على أخوك المسلم هي من أهم الأسباب التي تزرع السعادة في قلب أخوك المسلم، وأيضا تكسب وده وقلبه. أيضا خلينا نعلق بس على البيت الشعر ذكرت يقول أحسن الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان إنسانا. المقصد هنا في الإحسان هو الإحسان حتى بالكلام. مفاتيح قلوب الناس يا عبد الرحمن برهان
مفاتيح قلوب الناس الكلمة الطيبة. نعم. يعني الكلمة الطيبة هي مفتاح قلب الذي أمامك، يعني بدون ما تتعب. الناس تبغى تسمع الكلام الطيب، يعني ما أقول لك يعني نافق معه، لا، لكن الكلمة الطيبة لها وقوع في القلب. حتى لو كان اللي قدامك البعض قد يبين لك انها ما وقعت في قلبه. نعم. بتظاهره وكذا انها ما اثرت فيني يعني، لكن انا ايقن لك ان الكلمة هذه وقعت في قلبه زي العسل كذا. وافتح موضوعك وكمل. الكلمة الطيبة يعني عمرها ما كانت هي الكلمة الطيبة عمرها ما كانت مدفاع للشر، دائما هي مفتاح للخير. نعم. شريطة أن لا تكون يعني فيها مجاملة مبالغ فيها، نعم. أو يكون فيها نفاق أو يكون فيها كذب. أنت ممكن تكون بشكل مهذب ويعني بسيط، ومستحيل أن يخلو الإنسان من محاسن. يعني أسوأ الناس تجد أنه فيه حسنة والحسنتين، فبالتالي أن تذكرها وتجملها. يعني وبعض الناس يقول لك يا أخي والله في بعض الناس أنا ما أدري وش أقول، يعني إنسان يعني من أول إلى الآخرة إنسان ما في محاسن. لا، مستحيل. أنت يعني لابد أن تنظر إلى محاسنه بشكل يعني بنية طيبة حتى ترى فيه أمر طيب، ثم تمدحه في هذا الشيء، ثم تكسب وده وقلبه. أشكر لك أبو صقر تقديم هذه الفقرة الجميلة، ولعلنا ننتقل إلى فقرتنا الثانية. مشاهدينا الكرام، دعونا وإياكم ننتقل إلى فقرتنا القادمة وترند. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية، فقرة ترند. اليوم عندنا تقريبا 6 ترندات أو 5. خلونا ناخذ الترند الأول، جسر الملك فهد. وجود زحمة في الجسر بسبب أعمال الصيانة. لو تلاحظون الآن الصورة، جسر الملك فهد مزدحم جدا. هذا طبعا جسر الملك فهد الذي يربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين، ممتلئ جدا، زحام. ذكرني بأيام العيد، كان أيام العيد كله ما شاء الله تبارك الرحمن من المواطنين والمقيمين في دولة أو المملكة العربية السعودية ينطلقون على طول إلى البحرين. فيوم شفت الصورة سبحان الله تذكرت الأيام هذه. لكن الزحمة هذه أو الزحام بسبب أعمال الصيانة في الجسر الجميل جدا. الجسر يعني قد الكثير لا يعرفه، تمر كذا تحس انك في مكان كذا ما شاء الله تبارك الرحمن بالسيارة كذا، والبحر عن يمينك وعن شمالك، شمولي يكون البحر ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب، الترند الثاني ابو صقر لعله ترند يعني شوي مضحك ويعني قد يستأنس به، الا وهي معلمة تهدد الطلاب المزعجين بأن أي طالب لا يسكت فهذا يعني أن امبابي أفضل من ميسي، فسكت كل الطلاب. نشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام هذا المقطع الطريف. El que sigue hablando prefiere a Mbappé antes que a Messi. شفت كيف؟ هذا تأثير أفضل لاعب في التاريخ. مباشرة أول ما قالت إنه سكت الجميع، ميسي سكت كل الطلاب. لأنه أتوقع أن هذا المقطع يعني إما في الأرجنتين أو في دولة يعني يعتقدون ميسي هو أفضل من جميع اللاعبين، فما بالك إنه يكون أفضل من امبابي. طيب أبو صقر، وش الترند الثالث؟ الترند الثالث رصد صور متداولة لكهربائي يقوم بتركيب كهرباء لأحد البنايات بطريقة منظمة ومحترفة. لو تلاحظون الصورة ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا يعني نشيد صراحة بالأيادي العاملة هذه التي تتقن العمل وتحاول أنها يعني ما هي التي تنفذ فقط المهام اللي عليها وتخرج، لا، تبحث عن حل يكون العمل فيه متقن ومحترف جدا. فهذا سبحان الله كان ترند، مع أنه شيء بسيط لكنه نظم الموضوع واحترف وخرج طبعا عن المألوف الكهرباء وما الكهرباء، فطلع ترند. فنحن نشيد بالأيادي العاملة هذه التي تتقن العمل وتحترف فيه. نعم. للأسف لولا أنه هذا الأمر غير يعني غير معتاد عليه لما أصبح ترند. نعم. يعني من كثرة إتقانه للعمل المفروض أن يكون كل الناس يعني مثله. ما خرجت هذه الصورة كترند. طيب، عندنا ترند الرابع أبو صقر، هو مقطع
يتحدث عن تجمع آلاف الناس حول قارئ مصري ببنغلاديش في حضور ضخم. نشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام هذا المقطع. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني احنا يعني اعتدنا انه اذا كان هناك تجمع مثل هذا التجمع الكبير فنسال الله السلامه والعافيه يكون اما لحدث غنائي او حفل يعني مغني مشهور، ولكن يعني ما اعتدنا ان يكون هناك منظر مهيب جدا مثل هذا المنظر يعني لقارئ مصري. ويعني بالمناسبه يعني سبحان الله تجد انه في الدول هذه تجد هناك تقدير كبير للناس اللي يعني الحفاظ في بنغلاديش يعني في بنغلاديش يعني هؤلاء الناس اللي لا يتحدثون اللغه العربيه وهم مسلمين تلقاهم متعطشين مثل هذه الامور. بينما يعني لو هذا القارئ اتى الى مثلا دوله هي فيها من القراء الكثير ويتحدثون اللغه العربيه ويعني متعلمين القران بشكل كامل، قد لا تجد مثل هذه المناظر او هذا المنظر المهيب. ولكن يعني في الدول التي يعني لا تتحدث اللغه العربيه اللغه العربيه عندهم بمثابه شيء كبير جدا، فبالك ان ياتيهم قارئ من دولة عربية مثل مصر أشهر الدول التي خرجت حفاظ أمثال محمد صديق المشاوي رحمه الله وعبد الباسط عبد الصمد. بالتالي هذا أمر بالنسبة لهم كبير جدا، فلذلك يعني كان هذا التجمع الكبير وهذا المقطع المهيب حقيقة. ننتقل إلى الترند الخامس. سيول يعني تكتسي منطقة حائل في المملكة العربية السعودية. طبعا عبد الرحمن ما شاء الله يعني من اسبوعين والسيول اعتقد كانت في جدة وكانت في مكة المكرمة، وحائل الآن نسأل الله عز وجل ان شاء الله انها بس ما يكون في يعني لا ضرر على الإخوة السكان في هذه المنطقة الطيبة. وما شاء الله تبارك الرحمن يعني السيول انتشرت كثير في المملكة العربية السعودية خلال غضون الشهرين الماضية زي ما ذكرنا في جدة وفي مكة والآن في حائل. نعم ما شاء الله تبارك الله. الترند السادس والأخير أبو صقر هو ترند غريب بعض الشيء، ويعني هو لا شك أنه يعني خرافة، ولكن دعنا يعني نذكر هذا المقطع يعني أو نعرض هذا المقطع. والمقطع يتحدث عن ادعاء بعض الناس بأن نعش أحد المصريين لا يريد الخروج من المسجد، وذلك بسبب صلاحه وتصوفه، فقرروا أن يعملوا له ضريحا داخل هذا المسجد، نسأل الله السلامة والعافية. ونشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام هذا المقطع. والله أنا لا أعلم عن مدى صحة هذا التحرك لهذا النعش، ولكن يعني لابد أن يفيدنا فيه أحد الخبراء أو أحد علماء الدين أنه هل ممكن أن تكون هذه مثلا معجزة، أو مثلا تكون يعني زي ما قالوا شيء تميز به هذا الإنسان الذي في النعش، أم هو هي مجرد يعني إشاعة، أو يعني لابد أن نذكره يعني تبرير لهذا الموقف. على العموم كما ذكرنا أنهم قرروا أن يعملون ضريح له داخل هذا المسجد. مشاهدينا الكرام نختم وإياكم بهذا الخبر وهذا المقطع فقرة ترند. دعونا نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمروا.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده، أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى آخر فقراتنا لهذه الحلقة المباركة وسبورت. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم من جديد في فقرتنا، فقرة سبورت. طيب يا أبو صقر، عندنا يعني بعض المباريات المهمة وأسبوع حافل بالأحداث الرياضية الكبيرة جدا. دعنا نبدأ بأكبر حدث أو أكبر مباراة أو ما يسمى بكلاسيكو الأرض، برشلونة وريال مدريد، وانتصار يعني مهم جدا لبرشلونة، يعني يساعده في لقب الدوري، في سباق لقب الدوري الإسباني. أبو صقر، كيف شفت المباراة؟ هل تعتقد أنه الأسلوب اللي لعب به برشلونة، أسلوب الدفاع، هل كان يعني هو السبب في انتصار برشلونة، أم أن ريال مدريد عاجز عن الوصول إلى مرمى برشلونة؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأخطاء؟ تحليلك للمباراة. والله أولا نبارك للبرشلونة فوزهم 1-0 على نادي ريال مدريد. برشلونة لعب مباراة جميلة جدا، يعني على ومستغرب أن ريال مدريد يعني أعتقد والله أعلم أن تشافي نزل بخطة كبيرة جدا حجمت خطورة نادي ريال مدريد. وأعتقد أن أحد أسباب عدم فوز ريال مدريد وعدم يعني دخولها في أجواء المباراة أن الضغط اللاعبين اللي كان موجود في المباراة أدى إلى أنهم أصبحوا غير متمكنين أنهم يدخلون أجواء المباراة. اللاعب فينيسيوس كان لو تلاحظ تقريبا من الشوط الثاني كان مضغوط كذا، ما هو بعرف، خاصة بعد الكرت الأصفر اللي سيغيبه عن المباراة، مباراة الإياب. بعد ما جاء الكرت الأصفر خلاص خرج عن طوره وأصبح يتعامل يعني هو ما يلام، لأنه لسه خبرته ما هي مثلا زي مودريتش، زي كروس، زي كريم بنزيما، عارفين كيف يتعاملون مع هذه المباراة. فهو خرج على المألوف، واللاعبين في برشلونة عملوا على الضغط النفسي والمعنوي على ريال مدريد، وكانت مربوحة يعني 1-0.
لكن عبد الرحمن المدريدية يتوعدوكم في الإياب، إيش تقول لهم؟ والله شوف، انا اشوف انه يعني برشلونه يعني خطى خطوه كبيره جدا نحو النهائي. تتكلم عن مباراه خصمك فيها جاي من فورم عاليه جدا، انتصار عريض من ريال مدريد امام ليفربول 5-2، شخصيه بطل، الكلام كله يتحدث بشكل ايجابي عن ريال مدريد، وعلى العكس تماما خروج يعني مهين ومذل جدا لبرشلونه من الدوري الاوروبي امام مانشستر يونايتد، وثم يعني تلاه يعني تعثر امام الميريا، وان كان مدريد تعثر ولكن مدريد تعثر بالتعادل عكس تعثر برشلونه، الا انه يعني تعثر ريال مدريد كان مع اتلتيكو مدريد، الا انه برشلونه يعني كانت ظروفه اصعب، فبالتالي دخل بشكل يعني منطقي اكثر، ناهيك عن الغيابات اللي كانت موجوده في صفوف برشلونه. عندك ديمبلي، ليفاندوسكي، لاعب بدري، تقريبا انت حجمت 70 إلى 80% من خطوره برشلونه بس بالغيابات هذه، فبالتالي الدخول اللي دخل فيه تشافي المباراه كان منطقي جدا. اعتقد انه برشلونه ظفر بالنقاط اللي كان يبغاها من المباراه، يعني انا يعني لو كانت نتيجه المباراه تنتهي بالتعادل اعتقد انه راح يكون برشلوني فرحان، فما بالك انها تكون فوز والاياب في ارضك، فصعبه جدا على ريال مدريد. وان كان ريال مدريد في بطوله كاس الملك في الكامب نو يلعب افضل من سانتياغو برنابيو، الا انه برشلونه اعتقد لن يفوت هذه الفرصه كونه متقدم ب1-0، يعني سوف يلعب باريحيه. ريال مدريد سوف يلعب بضغط اكبر من برشلونه، وبالتالي برشلونه ما عليه الا انه يحافظ على النتيجه ويلعب على المرتدات، وان كان ايضا في ملعبه لابد ان يلعب على المرتدات لانه فيه يعني غيابات كثيره، الا انه اللاعبين يعودون من الاصابه، وان عادوا فلن يعودوا لمستواهم الاساسي بشكل كبير جدا، وبالتالي ايضا مدريد هو مطالب ايضا بالفوز في الاياب. فاعتقد انه النهائي بنسبه كبيره سوف يكون احد طرفي نادي برشلونه. طيب في مباراة أنا صراحة ما ودي والله يعني أخليها آخر شيء، لأنها مباراة مهمة جدا، مباراة يعني حددت مصير موسم كامل للفريقين، ألا وهي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، النتيجة التاريخية أو ما يسميها البعض بأنها أكبر نتيجة في تاريخ الكلاسيكو العريق، يونايتد وليفربول 7-0. وش رايك ابو صقر؟ انا اخبر انك ليفربولي فاكيد انك مستانس ابو صقر. والله يا اخي حيروني معهم، ما اخفيك سرا، حيروني معهم، انا ماني عارف. كل ما اعلنا عودتهم فازوا بنتيجه كبيره، يعني كانت المباراه اصلا يعني مع احترام الشديد لعشاق يونايتد، لكن ليفربول باب واحد ايه اكلهم ويعني وتلذذ في وجبه العشاء الدسمه. يعني 7-0 تتكلم انت، كانت نتيجه ضخمه وغير متوقعه ابدا بأن يونايتد يهزم من ليفربول 7، نظرا لأن يونايتد كان أو لا يزال يعيش أفضل مستوياته هذا الموسم، والليفربول يعيش أسوأ مستوياته يعني مع المدرب الكبير كلوب. فكان من الغير متوقع فوز يونايتد 7 عفوا فوز ليفربول 7-0. محمد صلاح كان هو يعني نجم المباراة بلا منازع. نعم. فالسؤال هنا للمدرب وللعيبة، وينكم من أول؟ احنا الآن يعني أوشكنا على انتصاف كل شيء الآن. أنت الآن جاي تتحرك، وهل هي على قولتهم فترة هي وبعدين أنت بتفوز كل مباراة ثم تخسر 5 مباريات ثم تعود كذا؟ أنت قاعد لن تصل إلى شيء، خطتك غير واضحة، قاعد تتعب مشجعينك. احنا ما نصدق على الله، احنا قلنا 7 عاد، الله يستر المباراة القادمة يعني ينهزم هو 7 ولا ينهزم 6. عبد الرحمن، عندنا مباراة مهمة جدا ومرتقبة يوم الخميس بعد يومين من الآن، مباراة كلاسيكو. أعتقد أنه يعني كلاسيكو سيكون قوي جدا، لكن لن يكون أقوى كلاسيكو موجود في الدوري السعودي، نظرا لأن أقوى كلاسيكو هو كلاسيكو الهلال والاتحاد، لكن كلاسيكو يضم عدد من اللاعبين الكبار. هي مباراة الاتحاد والنصر يوم الخميس، مع شكوك حول مشاركة المدافع الكبير المصري
أحمد حجازي في المباراة هذه، نظرا لأنه كان يشعر بتوعك على صعيد الركبة أعتقد أو صعيد المفصل. فعبد الرحمن المباراة هذه منتظرة، بيني وبينك أنا كاتحادي أشعر يعني كل ثقة طبعا في النمور المفترسة في جدة، لكن أشعر المباراة هذه ستكون غير. أنا كل ما جاني النصر السنوات الماضية قلت يا النصر يا رجال مهما يجي من تعاقدات يبقى النصر هو النصر، لكن المباراة دي يا أخي أشعر فيه شو أقول لك؟ والله يا أبو صقر يعني لا شك أن هذه المباراة كانت أصلا مباراة تاريخية يشاهدها جميع عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط، فما بالك الآن بعد حضور النجم الكبير أحمد حجازي وحمد الله وكريستيانو رونالدو. هؤلاء اللاعبين زادوا من قيمة هذه المباراة، فبالتالي سوف يشاهدها العالم أجمع. هذا على صعيد المباراة أنها راح تكون يعني كبيرة جدا، وراح تكون أيضا في مدينة جدة، المدينة التي يعني تحس انها مدينة في البرازيل من كثر ما فيها ناس يحبون كرة القدم. يعني انا اعتقد ملعب الجوهرة راح يفلل تماما. فبالتالي نتحدث عن مباراة انا اعتقد سوف تكون مباراة صعبة، ودائما تشعر في مباريات الاتحاد والنصر في اخر 5 سنوات تحديدا انه كلما اقتربت هذه المباراة يعني النصر هو الذي يعني يخشى الهزيمة اكثر من ان الاتحاد يطالب بالفوز. يعني النصر تلقاه داخل المباراة وهو حاسس انه في اي لحظة راح يجي هدف، وتحس انه لعيبة برشلونة انهم حاسين في اي لحظة لعيبة الاتحاد حاسين في اي لحظة راح يعني يفوزون ويجيبون حتى وان تأخروا بالنتيجة. اعتقد الاتحاد في اخر 5 سنوات يعني كعبه كان عالي جدا على النصر، ولكن بشكل عام في المواجهات التاريخية بينهم النصر هو المتفوق بفارق 3 مباريات. عندنا لعبوا بينهم 15 يعني مباراة، او عفوا 19 مباراة فاز فيها النصر 8 مباريات، والاتحاد فاز 6 مباريات وتعادلوا في 5 في آخر 19 مواجهة بينهم. ولكن آخر 5 سنوات تحدث عن النتائج الإيجابية كلها لصالح نادي الاتحاد. هذه المباراة صعبة كونها تجمع بين المتصدر والوصيف، النصر ب 46 نقطة والاتحاد ب 44 نقطة. المدربين يعيشين حالة جيدة، الفريقين يعيشين فورمة عالية، يعني مباراة سوف تكون واعدة جدا. أنا على الصعيد الشخصي أعتقد أن الاتحاد يعني إن لم يتفوق في هذه المباراة وينتصر سوف يخرج على الأقل بالتعادل، كون المباراة في أرضه وكان عنده كرت الجمهور وكونه يعيش يعني فترة جيدة، وأيضا كون النصر هو الذي مطالب بالفوز على الاتحاد. أحداث رياضية مهمة جدا، وأنا إن كان أكتب توقعي رغم أني كما ذكرت لك أني أشعر يعني أن المباراة ستكون قوية جدا، لكن كل ثقة بالنمور المفترسة، واحتمال والله أعلم تكون نتيجة تاريخية لنادي الاتحاد. شكرا لك عبد الرحمن، وشكرا على إطرائك الرائع. الشكر موصول لك يا أبو صقر أيضا ولمشاهدينا الكرام على متابعتهم لهذه الحلقة. لا نستغني من يعني تواصلكم الدائم واقتراحاتكم وملاحظاتكم سواء عبر الأرقام الظاهرة أمامكم أو أيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. أعيد وأكرر الشكر أيضا لزميلي أبو صقر. شكرا لك عبد الرحمن، ونعيد الشكر لمتابعينا الكرام لمتابعتكم هذه الحلقة. نلتقيكم بإذن الله عز وجل الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4 بتوقيت أسمرة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.